سلام، واليوم رح نحضر أسرع وأطيب سحور بالعالم بياخد منا 5 دقايق. والمكونات بنحتاجهم هي 5 حبات من البيض، 3 حبات من الطماطم حجم وسط قطعتلنا مربعات، ضمة صغيرة من البصل الأخضر و4 حصوص من الثوم، وجبنة شيدر، مقلاة حتات ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ملعقة كبيرة من الزبدة. حط فوق منهم البصل والثوم، حركن كتير منيح حتى تدوب عندي الزبدة تماما. أنا ما بدي دبل البصل، شي إنه تطلع ريحته هو والثوم، برجع أضيف فوق منهم الطماطم. ولحتى تستوي عندي الطماطم بشكل أسرع بحط رشتين صغار من الملح. وبغطي شوي على الطماطم تقريبا 5 دقايق لحتى يستوي معي على البخار. من بعد ما تأكدت إنه استوى عندي الطماطم ضيف لعنهم 6 حبات من البيض. أنا رجعت زدت بيضة وحدة. أكيد ما بدي خلي البيض عيون، بدي أخفقهم كتير منيح مع بعضهم. وبستمر بتقليب البيض كتير منيح مع البندورة لحتى ينخلطوا بقلب بعضهم ويستوي عندي البيض. هلأ صار وقت نبهر. أنا هون حطيت بهار ماجي خضار، وبهار أسود، وبهار بابريكا حلو. وبالأخير رح نضيف سلايسات الشيدر. وإذا بتحبوا تغنجوا حالكن أكتر متلي رشة محترمة من جبنة الموتزاريلا. والفاينل تاتش تقريبا ملعقة صغيرة من الأوريغانو، منرشها على وش الجبنة، منغطيهم حتى تدوب عندي جبنة. شوفوا ما شاء الله شكلها كتير بشهي. من بعد ما رفعنا المقلاة عن النار، شوفوا ما شاء الله شكلها كتير بشهي. أكيد مع كيسة الشاي، وأكيد لازم ندوق. ما فيني خبركن